اولا انا عايز اشكرك ان انت ضغطت على الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي انا هعملها على الشانل دي، وكمان من امتع الفيديوهات اللي هنتكلم عن حاجات لو انت مهتم بالديزاين ايا كان ايه المجال والتخصص بتاعك فيه فهيبقى مهم جدا بالنسبه لك. في الفيديو ده هتكلم معاك انت كديزاينر. لو انت عايز تجيب دخل اضافي، اسهل طريقه تعملها هو ان انت تبتدي تبيع الديزاينز بتاعتك. الدخل ده اسمه دخل سلبي، بمعنى ان انت هتشتغل مره واحده وبعد كده الحاجه اللي عملتها تجيب لك فلوس مرات كتيره من غير ما تضطر تقعد تشتغل بالوقت بتاعك. الطريقه اللي هنتكلم عليها النهارده هي ان انت تطبع الديزاينز بتاعتك على تي شيرت وتبتدي تبيعها، سواء من خلال بلاتفورم بتقدم لك ده مجرد ان انت تحط الديزاين، او ان انت تبيعها عن طريق صفحه على السوشيال ميديا او ستور على شوبيفاي. بس قبل ما ندخل في ايه الحاجات اللي محتاج تعرفها والحاجات اللي ما ينفعش تعملها لو انت عايز تطبع الديزاين بتاعك على تي شيرت، خليني اقول لك ان انت لو عايز تعرف ازاي تعمل ستور وتبيع من خلاله الديزاينز بتاعتك، فانا عملت توتوريال كامل مدته 30 دقيقه بشرح ازاي تعمل ستور على شوبيفاي. هتلاقي اللينك بتاعه دلوقتي هنا. ولو انت مشيت على الخطوات بتاعه الفيديو ده وعندك تصاميم عايز تبيعها وعايز تاخد نسبة من الربح من غير ما تشتغل على التسويق إطلاقا، أنا عملت لك براند وهتبتدي تنطلق في شهر 6 اللي احنا فيه دلوقتي. كل اللي محتاج تعمله ان انت تدخل تساين اب على الفورم تحت، واول لما نفتح الباب لديزاينرز جديدة ان هم يشتركوا معانا هبعت لك على طول ونبتدي نشتغل. هنتكلم اكتر عن الفرصة دي وعن التفاصيل بتاعتها قدام شوية في الفيديو، فلو مهتم كمل للآخر. دلوقتي خلينا ندخل في ال5 حاجات اللي لازم تاخد بالك منهم وانت بتعمل اي تصميم هيطبع على تي شيرت. اول نقطه واهم نقطه، اعرف جمهورك. لازم تكون عارف الديزاين اللي انت بتعمله ده بيتارجت مين بالظبط. الموضوع ده جاي شويه من التسويق، بس انت كديزاينر لازم تفكر فيه. التصميم ده الستايل بتاعه مناسب مع الرساله اللي فيه او الحاجه اللي مضمونها موجود فيه، والالوان والاشكال اللي انت مستخدمها وكل حاجه في التصميم وكل العناصر اللي موجوده فيه، هل هي مناسبه الشخص اللي انت بتتخيل ان هو يشتريه ويلبسه؟ لان على عكس التصميم على السوشيال ميديا، انت مش بتعمل حاجه ماشيه مع براند، انت بتعمل حاجه شخص هيلبسها والمفروض ان هي تعبر عنه، فلازم تعملها له هو. تاني نقطة ان انت تستخدم جرافيكس الجودة بتاعتها عالية جدا. ما ينفعش تستخدم حاجة مبكسلة، الموضوع ده في الطباعة هيبقى كابوس. وما ينفعش تستخدم حاجة الوانها وحشة او الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجة. اهتم جدا ان انت تنقي احسن جرافيكس علشان تحطها في الديزاينز بتاعتك. تالت حاجة خليك بسيط. الديزاين بتاع التيشيرت من الحاجات اللي بيبقى حجمها مش صغير، حجمها كبير، ولكن التفاصيل اللي فيها ما بتتلاحظش قوي، لان كل ما بيبقى فيها تفاصيل كل ما بتبقى معقدة والتصميم في الاخر ما بيبقاش شكله كويس. فالبساطة في الاتجاه ده وللتصميم ده بيبقى دايما أحسن. حاول توصل الفكرة بتاعتك باستخدام أقل كلمات وأقل عناصر جرافيكس موجودة في الديزاين، وما تحاولش تعمل حاجات كتير أوي في التصميم بتاعك، لأن خلي بالك أنت بتعمل تيشيرت الناس هتلبسه مع حاجات تانية، فالأحسن هو يكون مرن إن هو يمشي مع حاجات كتيرة وستايلات كتيرة. رابع نقطة، اهتم بالألوان. لازم الألوان تكون متناسقة وتفكر فيها كويس جدا، وكمان تفكر في لون التيشيرت اللي هيطبع عليه التصميم وإزاي التصميم بتاعك ده هيبان على التيشيرت نفسه وهيبقى شكله عامل ازاي. النقطة الأهم هنا هي كونتراست، ان انت تبقى عامل فيه فرق كبير ما بين لون التيشيرت نفسه والالوان اللي مستخدمها في التصميم بتاعك علشان يبقى بارز وباين على التيشيرت اللي مطبوع عليه. خامس نقطة ومن اهم النقط واكبر الغلطات اللي بيعملوها الناس المبتدئة، لازم تكون عارف التصميم بتاعك ده هيطبع على التيشيرت الخامة بتاعته ايه ونوع الطباعة اللي هتطبع عليه ايه، علشان تعرف من خلالها تحدد هل ده هيمشي مع نوع الطباعة دي ولا لا. هديك مثال، لو مثلا استخدمت خطوط صغيرة في التصميم بتاعك أو تفاصيل فيها فراغات كبيرة، النوع ده مع أنواع كتيرة من الطباعة مش هينفع خالص، لا هينفع إن هو يطبع ولا هيبقى شكله كويس، وهيحصل غلطات كتيرة في مرحلة التصنيع. فمهم جدا إن أنت تعرف نوع الطباعة اللي الديزاين بتاعك هيتعمل بيها. كده اتكلمنا عن 5 حاجات لازم تعملهم في أي تصميم من التصميمات بتاعتك. خليني زي ما وعدتك أكلمك عن البراند اللي احنا عاملينها والفرصة اللي ليك أنت، ونرجع بعد كده للحاجات اللي ما ينفعش تعملها. من فترة كنت عملت فيديو بتكلم على ان انا هبدأ براند، واوريدي فتحت ابلكيشن وديزاينرز قدموا، وفي البراند دي الديزاينر هياخد 50% من المبيعات على اي ديزاين يتباع من البراند نفسها، فده هيخليه يبقى عنده دخل اضافي على جنب من غير ما يعمل اي مجهود من ديزاين عمله مرة واحدة. في الفيديو بتاع النهارده انا عايز اقول لك شوية تفاصيل عن البراند دي مهمة جدا بالنسبة لك، وفي الاخر هديك خصم ليك انت بس عشان اتفرجت على الفيديو ده وعشان كنت من الناس اللي بدأت الرحلة معايا، وكمان هديك الفرصة ان انت لو ديزاينر تضيف الديزاينز بتاعتك الكوليكشن التانية اللي هتنزل بعد شهر من الكوليكشن الأولى. بس الأول خلينا نتكلم عن الكوليكشن الأولى،
واللي هتنزل ان شاء الله يوم 16/6. هتعرف تعمل بري اوردر من يوم 16/6 انت او اي حد بيتفرج على الفيديو او الناس اللي هنعمل لها اعلانات عشان يدخلوا على الستور ويتفرجوا على الديزاينز ويشتروا منها. وهنبتدي نوصل ليوم 30/6 مع بدايه الشهر الجديد ان شاء الله. كل الناس التيشيرتس بتاعتها هتكون عندها وتقدر تلبسها وتصورها وتبعتها لنا. اول كوليكشن واهم واحده بالنسبه لي بصراحه، واللي اللانش بتاع المرحله الاولى دي كلها هيكون متركز عليها وهو القيمه الاكبر، انا فلسطين. كوليكشن انا فلسطيني هيكون الهدف منها ان احنا نبين الاحداث اللي حصلت مؤخرا بطرق مختلفه وستايلات مختلفه من كل ديزاينر هيشترك معانا. فالكوليكشن دي هندي الفرصه ليك ولاي حد هيشتري ان هو يلبس حاجه فعلا بتعبر عنه، بتعبر عن الرسالة وعن القضية اللي هو بيحاول يدافع عنها. وفي الحلقة التانية من الفيديو ده هوريكم واحد من الديزاينات اللي أنا بحبها جدا اللي هتكون موجودة في الكولكشن دي. فما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل علشان تشوف المراحل الجاية، لأن كل حاجة من أول القماش والتيشيرتس والطباعة، وهوريكم كمان behind the scenes لكل حاجة هتحصل، هتبقى على الشانل هنا. تاني كولكشن أنا مصري، واللي هتكون بتعبر عن مصريتنا، عن التاريخ بتاعنا وعن الحاجات اللي احنا فخورين بيها في بلدنا. تاني كولكشن هتكون أغاني راب، والفكرة بتاعتها إن ساعات كتير قوي بنسمع أغاني وكلمات بتعبر عننا، بتشدنا، بتعبر عن إحساس جوانا. أنا كنت عايز أعمل كولكشن تفتح للديزاينرز الباب إن هم يحطوا كلمات دي والحاجات اللي شدتهم، وإنت لما تدخل تدور وتلاقي حاجة شدتك وبتعبر عنك تعرف تلبسها على تيشيرت يكون مكتوب على صدرك كلمة أو الجملة أو البار اللي حرك حاجة جواه. رابع واخر كولكشن معانا هي التصميمات بتاعه الديزاينر. هيبقى عندنا على الستور صفحه كامله لكل ديزاينر من الديزاينرز اللي اشتركوا معانا واللي حطوا التصميمات بتاعتهم، علشان لو انت عجبك ستايل ديزاينر معين وعايز تشوف الحاجات التانية او تشتري تيشيرتس تانية من نفس الديزاينر، تعرف تدخل وتقلب في الصفحه دي براحتك. وكمان على الهوم بيج هيبقى فيه فيتشرز واللي بتحط فيها اهم الديزاينات والحاجات اللي عجبتنا احنا كالاديتورز والاونرز بتوع البراند واللي عجبتكم انتوا وابتديتوا تطلبوها. ما ينفعش تفوت الفرصه دي. ادخل على designerwear.store وحط الايميل بتاعك عشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما الستوري لانش. دلوقتي نرجع للخمس حاجات اللي انت ما ينفعش تعملهم في التصميم بتاعك. اول حاجه انك ما تعقدش التصميم. حاول على قد ما تقدر التصميم ما يكونش فيه تفاصيل كتيره، لان ده هيبوظ الطباعه وهيبوظ شكله. زي ما بتعمل تغذيه بصريه لما بتكون بتعمل اي تصميم، انت محتاج تغذيه بصريه لما تكون هتعمل تيشرت. لازم تشوف ديزاينات كتيره، سواء ان انت تشوفها اونلاين على الستوريز الكتيره للبراندات اللي كلنا عارفينها، او ان انت تنزل وتشوفها على ارض الواقع. ده هيديك احساس اكتر بايه الحاجات اللي بيبقى شكلها كويس وايه الحاجات اللي بيبقى شكلها مش كويس. تاني نقطة، ما تعقدش الخطوط. لو انت الديزاين بتاعك هيكون فيه كتابة، مهم جدا جدا ان انت تختار فونت يكون واضح للقراية وسهل. ولكن لما نكون بنتكلم عن التيشيرت ففي الحالة دي التصميم لازم يكون واضح وسهل القرايه. الفونت لو كان اوفر قوي او الشكل بتاعه مش ماشي مع الستايل اللي انت عامله في التصميم، ساعتها مش هيبقى احسن حاجه. ثالث نقطه، ما تنساش مكان التصميم. مهم جدا ان انت تبقى عارف التصميم اللي انت عامله ده هيبقى في التيشيرت من قدام، هيبقى على الجنب فوق، ولا هيبقى على الظهر بتاع التيشيرت. ده بيفرق كتير كمساحه وكمان كنوع التصميم بتاعك، وده هتعرف تكتسبه من التغذيه البصريه. لما تشوف حاجات كتير هتعرف ايه اللي الناس بتعمله، وبناء عليه هتعرف ايه اللي بيعجب الناس اللي بتشتري. واللي هيضمن لك ان النتيجه الاخيره هتكون مناسبه انك تجرب على موك ابس هتلاقيها كتيره، وهسيب لك لينك الواحده تحت في الديسكربشن. ممكن من خلالها تجرب اي تصميم بتعمله على الموك اب ده وتشوف هل الشكل بتاعها مناسب والمكان اللي انت اخترته كويس مقارنه بالتصميم اللي انت عملته، ولا محتاج تغير مكانه على التيشيرت. رابع نقطه، ما تستخدمش الوان كتير. احنا اتكلمنا عن اختيار الوان كويسه، المهم دلوقتي انك ما تستخدمش الوان كتير. في الطباعه هيبقى وحش، في شكل التيشيرت هيبقى وحش، وكمان هيحدد قوي الناس اللي بتلبس مع التيشيرت ده هدوم تانية. حاول دايما تعمل كولر باليت لكل تصميم هتعمله، ويكون متحدد ما بين 3 أو 4 ألوان، علشان ما يعملش مشكلة مع أي حاجة تانية الناس هتحتاج تعملها عشان تخلي التصميم ده تيشيرت موجود على أرض الواقع. خامس نقطة وليها علاقة بنقطة اتكلمنا عليها من شوية، لو عملت تصميم على وش التيشيرت ما تسيبش الظهر فاضي. حاول على الأقل تعمل حاجة سيمبل وبسيطة بحيث إن أنت تبقى كملت التصميم. التيشيرت تبقى شكله معمول فيه شغل كتير، مش لازم يكون التصميم كبير قدام وكبير ورا، لأن ساعتها الموضوع هيبقى أوفر أو على التيشيرت. ولكن حاول تعمل حاجة على الظهر وعلى الوش بتاع الديزاين باختلاف الأحجام والتركيز ما بينهم. وكده نكون خلصنا شوية من أهم الحاجات اللي أنت محتاج تحطها في دماغك وأنت بتعمل تصميم للتيشيرتات. وافتكر دايما أن التصميم الكويس هو اللي بيوازن ما بين الإبداع والبساطة ويعمل ميكس لذيذ كده يشد العين.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل له شير علشان ده هيساعدني جدا، خصوصا ان احنا بنبدأ البراند بتاعتنا. وما تنساش تشترك في القناة، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل ما ننزل فيديو جديد. هشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة جديدة واللي هنعمل فيها تصميم للتيشيرت من التيشيرتات اللي هتنزل في كولكشن يوم 16/7. اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.